موعدكم مع الراوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. النهاردة معانا حكاية مشوقة جدا، وانا مش هنا عشان احكي لك قصة عادية. انا هنا عشان اخدك معايا في رحلة لوحدها من ارعب الاماكن في مصر. ركز معانا عشان القصة دي عن قصر البارون. لو انت جديد اشترك دلوقتي، ولو انت من اشباح القدام اكتب في الكومنتات انا جاهز. خلي سماعتك في ودانك ان اللي جاي مش هتصدقه. بس قبل ما نبدأ لازم نحصن نفسنا. يلا بينا. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض، ولا يؤود حفظهما، وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. يلا نبدأ من الأول، من البداية خالص. سنة 1907 في مصر، في بلجيكي غني اسمه البارون إدوارد إمبان قرر يبني قصر في مصر الجديدة. بس مش أي قصر، ده قصر غريب. القصر ده اتصمم عشان يلف 360 درجة مع الشمس. القصر كله بيلف. بس بيلف ليه؟ البارون كان عنده بنت اسمها هيلانا، حبيبة قلبه. والبنت دي ماتت ازاي؟ وقعت من دور عالي من القصر، من البلكونة على طول، وماتت. والبارون انكسر، ومن يومها الناس بدأت تسمع حاجات غريبة، أصوات وصراخ، خطوات في الليل، أضواء بتشتغل وبتطفي لوحدها، وناس بتقول إنها شافت شبح. والنهاردة أنا قررت أدخل القصر. أنا هدخل القصر بنفسي. الساعة 12 بالليل كنت واقف قدام القصر. يا ساتر، القصر ده ضخم جدا، والبيبان ضخمة والتماثيل مرعبة، وفي صوت بومة مرعبة. بس يلا ندخل القصر. دخلت. الصالة كانت مظلمة جدا. شغلت الكشاف والنور وقع على تماثيل في كل حتة. تماثيل هندية، تماثيل فرعونية. في سلم رخام ضخم. هطلع وهطلع فوق. كل خطوة السلم كان بيعمل صوت. وفجأة سمعت صوت حد ماشي في الدور اللي فوق. أنا لازم أكمل وأعرف إيه اللي فوق ومين اللي كان ماشي. طلعت بسرعة ووصلت للدور التاني. الممر طويل وضلمة. في آخر الممر باب كبير وخشب. أنا قررت أفتحه. مديت إيدي على المقبض بتاع الباب. المقبض كان بارد جدا. دورت المقبض وفتحت الباب. يا نهار أبيض، الأوضة لسه زي ما هي.
في سرير قديم وفي ألعاب أطفال قديمة. ودي كانت أوضة هيلانا، البنت اللي ماتت، وكل حاجة لسه موجودة زي ما هي. والغريب إن الغرفة نضيفة، مفيش تراب، مفيش عناكب، كأن حد لسه كان بينضفها. ومديت ايدي على اللعبة الموسيقية وفتحتها، لسه شغالة. وفجأة الموسيقى اتغيرت، وحسيت ان في حد واقف ورايا. اتلفت بسرعة، مفيش حد. الغرفة فاضية، بس الإحساس كان قوي. أنا قررت لازم أطلع من الأوضة دي دلوقتي. طلعت وخرجت من الغرفة وقفلت. وقفت في الممر، قلبي بيدق بسرعة. أدركت ساعتها وانتبهت لحاجة، الموسيقى من الصندوق لسه شغالة، كنت بسمعها من ورا الباب. وقفت. الساعة 3 الفجر، أنا لازم أمشي، لازم أطلع من هنا. بدأت أمشي ناحية السلم، وفجأة الأنوار اشتغلت، كل الأنوار اللي في الممر تشتغل وتطفي. وسمعت خطوات، حد بيجري ناحيتي. جريت بكل قوتي ناحية السلم، نزلت درجة درجة، والخطوات ورايا بتجري بسرعة. وصلت للصالة، جريت ناحية الباب. الباب مقفول، الباب مقفول، مش عارف افتحه، والخطوات قريبة. شديت الباب بكل قوتي واتفتح. وطلعت برا، وجريت بعيد عن القصر. وقفت بعيد واتلفت على القصر، وشفت ضوء في شباك في الطابق العلوي، الشباك بتاع غرفة هيلانا. والموسيقى كنت سامعها لسه شغالة. اللي حصل لي ده كان في قصر البارون. القصر ده موجود في مصر الجديدة في القاهرة، والقصة دي حقيقية. هيلانا البنت اللي ماتت، ناس قالت بيقول ان روحها لسه في القصر، بتدور وبتلعب وبتستنى اي حد. لو حد فيكم فكر يروح القصر، ما تروحش بالليل، ومتدخلش غرفة هيلانا، لان في حاجات احسن ما تشوفهاش، في اماكن احسن ما تدخلهاش، وقصر البارون واحد منهم. لو عجبك الفيديو متنساش تدوس لايك. لو عايزين قصص رعب تاني اكتبوا في الكومنتات. وشكرا انكم معايا يا اشباح. السلام عليكم.